السلام عليكم، ورجعت لكم تاني بالفادج كيك. بصوا يا جماعه الموضوع عامل ازاي. موضوع سحري جدا، ولا الطبقات ولا طعمه يخطف العقل. بصوا يا جماعه الموضوع عامل ازاي. بسم الله. بصوا طري ازاي وهش ازاي اهو. جميل جدا. ويلا نبدأ الوصفة على بركة الله. السلام عليكم حبايبي الجمال، وحشتوني كتير. هنعمل مع بعض النهارده الفادج كيك بطريقة سهلة. يلا بينا. اللي معانا النهارده معانا 3 بيضة، 200 جرام سكر، 150 جرام زيت، 150 جرام دقيق، 75 جرام كاكاو خام، 20 جرام بيكنج باودر، 30 جرام محسن، 150 جرام ميه، وممكن الميه نخليها 100 جرام حسب لزج العجينه. ونبدا الوصفه على بركه الله. اول حاجه البيض اهو، 3 بيضات. هننزل بالسكر، هنديله تقليبه صغيره كده اهو. هنشتغل النهارده على ايدينا كده. هننزل بمعلقه المحسن اللي معانا اهي. المحسن ده محسن جل، وممكن اهو نضرب شويه البيض. الفادج كيك ما بياخدش ضرب كتير زي ما حضراتكم عارفين اهو. ننزل بذره ملح بسيطه قوي. نستمر في التقليب. هننزل بالزيت بتاعنا اهو. هيتقل معانا سنه زي ما حضرتك شايفه كده يا ست الكل. واستسمحكم اللي ما اشتركش في القناه استسمحوا يشترك. نعمل لايك للفيديو ونشيره عشان يوصل اكبر عدد ممكن. اهم حاجه بقى عشان بقول لكم دائما كملوا الفيديو للاخر. هننزل بالكاكاو الدقيق والبيكنج باودر اهو مع بعض. بس اهم حاجه في الموضوع ان احنا ندخل ده كله مع بعض. بعد كده هننزل بالدقيق كده تدريجيا بالراحه اهو. التقليب هنا بقى مش هيبقى ايه جامد، هيبقى حاجه بسيطه جدا اهو. بعد كده هننزل بكوبايه، نص كوبايه الميه الدافيه بتاعتنا، او ممكن نستبدلها بحليب. وكده اصبح جاهز على الشغل اهو. بقى نعمله في فورمه واحده تمام، ونفتحه 2 أو 3. لكن انا النهارده هعمله في الطويل طالما عندي الامكانيات. هقسم العجينه دي على جزئين اهو. هنحط نص الكميه اللي هو الطبقه الاولى، وادي النص الثاني هنعمله الطبقه الثانيه اهو. بدل ما افتح العجينه واقص والزق، لا 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 لا، احنا نعملها كده اهو. يبقى ادي جزء وادي جزء، ونوزع العجينه زي ما حضرتك شايفه يا ست الكل اهو. موضوع بسيط جدا وسهل. اهم حاجه بس نجمد قلبنا ونشتغل. هيطلع الشغل بسم الله ما شاء الله حاجه قمر قمر قمر. وبنعمل حاجه في البيت، والحاجات دي يا جماعه غليت بطريقه غير عاديه. يعني غليت بطريقه انا معرفش ليه غليت بالطريقه دي كده، لكن احنا النهارده هنعملها في البيت بطريقه ممتازه ولصحه اولادنا. وطبعا الحاجات دي بتخلي اولادنا يفرحوا، وبتبقى الموضوع بنعمل حفله بصراحه يعني في البيت واحنا بنعمل الشيء ده. هيخش الفرن على 160 درجه، هياخد معانا حوالي 16 ل 17 دقيقه على السلك الوسطاني او حسب درجه حراره الفرن. وننتظر مع بعض السوا ونكمل الحلقه. بسم الله ما شاء الله. ادي الثانيه اهي. دولت اللي هيبقى الرقات فوق بعض هش جدا. بصوا يا جماعه الخلفيه بتاعته عامله ازاي. بسم الله اهو كده طلعت معانا قمر قمر. طريقه ناجحه جدا جدا جدا. ونكمل مع بعض. طبعا هنضرب الكريمه بتاعه الفادج بتاعتنا. عندنا ادي ميه ساقعه اهي. لازم يكون يا جماعه الميه ساقعه جدا جدا جدا. وهنحط فيها تلج اهو. طبعا مش هننزل بالتلج عشان المكنه بتاعتنا، هننزل بالميه الساقعه اهو. الكريمه دي طبعا فيها سكر. هننزل بقى في المكسر بسم الله اهو. ده كريمه شانتيه اهي. هنشغل كده على سرعه بطيئه، وطبعا نوليها بالميه بتاعتنا اهو. كل ما يا حضرات اهو بننزل بمعلقه صوص جناش او صوص شوكولاته او صوص ايسنج زي ما حضراتكم متوفر عندكم اهو. عندي بقى شوكولاته نوتيلا، عايز ادلع الشغل. اعمل اللي انت عايزاه يا ست الكل اهو. ده صوص الايسنج انا كنت عامله، وهقول لكم الطريقه ان شاء الله في الوصف بتاع الفيديو بتاعي.
بصوا يا جماعه الموضوع عامل ازاي. كده انتهينا من تحضير الكريمه. طبعا هنفضيه في اي حاجه عندنا ونحطه في الثلاجه على ما الكيكه بتاعتنا تبرد. بصوا القوام عامل ازاي. بسم الله بسم الله ما شاء الله. تعالي انت رايحه فين؟ تعالي. بصوا يا حضرات، بصوا الخلفيه بتاعت الفادج، والله العظيم حاجه بسم الله ما شاء الله. هتبرد بقى معانا، كريمه جاهزه، صوص الايسنج موجود، وبعد ما تبرد هنحشيها مع بعض وازاي نفنشها ونقدمها بردت زي ما حضراتكم شايفين اهو. هنحط الكريمه في النص كده بين الطبقتين اهو. الكريمه دي طبعا عايزين نغمق نفتح عن كده مفيش مشكله اهو. ده الحشو بتاع الفادج اهو. وممكن نحشيها كريمه جناش، لكن انا طبعا بحبها كده تكون خفيفه. وادي الطبقه الثانيه نظبطها كده من الجناب اهو. ندوس عليها من فوق كده بالراحه اهو. هنبطسها بقى بالكريمه دي كلها، نحطها في الوش. موضوع بسيط جدا. بصوا الكريمه بتفرد معانا ازاي. كده انتهينا من التبطيس بتاعها. هنبتدي نجلسها بصوص الايسنج، بس نحطها في الفريزر لمده ساعه ونبتدي نجلسها ونفنشها مع بعض. وبعد ما شتت كده يا جماعه، وادي صوص الايسنج نازل عليها بسم الله ما شاء الله اهو. هنوزعه عليها كلها ونغطيها بالصوص الايسنج. والصوص عندكم في الوصفه عندي على اليوتيوب، هتلاقوا في فيديو الفادج الاولاني عاملين الصوص اهو. موضوع بسيط جدا بسم الله اهو. كده عملنا تورتيه في البيت وداعا لشرائها، وهتبقى حاجة غير عادية. بعد ما سقعت هنقطعها بسم الله اهو. لازم أن يكون السكينة بتاعتنا او الحاجة اللي هنقطع بيها تكون في مية سخنة. نقطعها بقى زي ما حضراتكم عايزين، اي عدد حضراتكم عايزينه تقطعوا منه هنا من التقطيع زي ما حضراتكم شايفين. هنيجي بقى لعين الجمل نرصه كده على كل جزء فيه طبعا عين الجمل ده برضو اختياري، بس مهم جدا مع الفادج عشان خاطر يديني التيست كويس، وممكن نبدله باي حاجه، بس هو عين الجمل ممتاز جدا. كده قطعناها على 12 قطعه 16 قطعه، كده قطعناها على 16 قطعه، يعني الفادج كيك دي 16 قطعه بسم الله ما شاء الله تكفي لحد 16 واحد. ممكن نعمل بيها عيد ميلاد، نعمل بيها حفله، نعمل بيها خطوبه، وان شاء الله نغرفها مع بعض وازاي نقدمها مع بعض. وطبعا كده يا جماعه خلصنا من وصفه الفادج كيك زي ما شفتوا بخطواتها واسرارها وشغلها، وجابت معايا 16 قطعه. وان شاء الله استنوني في وصفات كتير، ودمتم في امان الله. واستسمحكم اللي ما اشتركش في القناه استسمحوا يشترك ونعمل لايك لكل فيديو ويشيروا عشان الناس تستفيد، عشان فعلا والله الناس بتكلمني محتاجه وصفات كتير. ودمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.